بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد. كنا نزلنا فيديوهات قبل كده عن صيانة سخانات الغاز اليونيفرسال والفريش. هسيب لحضراتكم إن شاء الله لينك هذه الفيديوهات، لينك قائمة التشغيل في صندوق الوصف أسفل هذا الفيديو. النهاردة إن شاء الله معانا عطل جديد في سخان فريش 6 لتر اللي هو الفضي. المشكلة ان المحبس بتاع تعلية وتوطية المية بيسرب مية، وطبعا ده سبب مشاكل. فتعالوا نشوف مع بعض ازاي نقدر نصين المحبس بتاع التحكم في المية في سخان فريش 6 لتر. لو حضرتك من مشاهدي الكرام ادعمنا بلايك وكومنت وشير، ولو حضرتك اول مرة تشوف القناة اشترك معانا، شرف لينا، وفعل زر التنبيهات على الكل عشان يوصلك كل جديد. يلا بينا نبدأ على بركة الله. طبعا زي ما انتم شايفين السخان بينقط من عند المحبس اللي بيعلي ويوطي. هنحله ونشوف هنعمل فيه ايه. حضراتكم شفتم العطل معانا، وهو المحبس اللي بيتحكم في رفع المية وخفضها بيسرب. طب هنعمل ايه؟ هنحله بقى نشوف. هو واضح ان المشكلة دي كان في السخان من زمان، البرومة اكلت المفتاح والاكس بتاعه، واكلت حتى النحاس اللي حواليه. فهو الظاهر ان هو كان عند صاحبه شاف العطل ده او ما شافوش، وفضل فيه فضلت تسرب لوقت طويل وعملت المشكله دي. هنشوف بقى هل هو من جوه له جوانات ولا لا. انا حطيت له سبراي مزيل صدى، بس ابتدى يلف معانا ويفتح يعلي ويوطي الميه، لكن المشكله التسريب. فهنحل المسامير ديت ونشوف هو من جوه هيتعالج ازاي. حلينا المسمار اهو يا حضرات، هو غلبنا شوية بس اخيرا حل معانا. هنشيل الوش ده كده، طبعا له شفتين من تحت اهم بيباتهم في الفراغات ديت، مجموعة متاكلة خالص من الداخل بسبب التسريب. طيب هنطلع الاكس ده ازاي؟ هنخبط عليه بالبنسة شمال ويمين ان هو يتحلحل بس المكان. بعد كده هنمسكه بالبنسة ونلف ونشد لفوق. هنحاول نلف كده ونشد لفوق. اهو طلع معانا اهو يا حضرات، زي ما حضراتكم شايفين بالشكل ده كده. هنحاول بمزيل الصدى نزيل الصدى اللي عليه دوت، ونغير الجوانات ديت علشان دي اللي بتمنع تسريب المية. طبعا الفراغ ديت لما بيلف كده بيقفل المية، وما بيلف الناحية التانية بيسمح بمرور المية. وهنا شفة بتحدد بداية ونهاية المشوار بتاع التعلية والتوطية بتاعة المية. اخلص الحاجات ديت وارجع لحضراتكم. هنشيل الجوانات ديت يا حضرات بالشكل ده كده، وهنشيل الجوان التاني بنفس الطريقة، بنفك عادة صغير زي ده كده، وهنبيته تحته ونطلعه بالراحة بالشكل ده كده. هو اتقطع معايا حتى اهوت لانه دايب خالص. هنجيب جوانين نفس المقاس بعد ما نضفنا القلب ده كده، ونضفنا كمان التجويف بتاعه من هنا، وان شاء الله يمنع التسريب لما نركب له جلد جديدة ويشتغل معانا بشكل كويس. هجهز الجلدتين دول يا حضرات وارجع ليكم من تاني. دي الجلد الجديدة اهي يا حضرات، مكان
اللي شلناهم من هنا انا ركبتهم، بس لقيتهم غطسانين داخل النحاس. طب نتغلب على المشكلة دي ازاي؟ هما كده هيسربوا مية لو ركبوا على الوضع ده. يبقى تفلون من دوت، وهنعلي تحت الجلدة بلفة او لفتين بالكتير علشان تبقى عالية عن النحاس سنة، علشان تحبس المية. انا هعمل العمل دوت اهوت. لفتين اتنين بالعدد. ادي حارة اهيت، هنعمل الحارة التانية نفس الوضع. بالشكل ده كده يا حضرات. بعدين هنركب الجلدتين وان شاء الله يكون الوضع كويس. ادي اول واحدة رفعت معايا شوية عن النحاس اهيت، وهنركب التانية. ادي الجلدتين نركبهم اهمت يا حضرات، كل واحدة في الحارة بتاعتها. فاضل لنا نركب المحبس ده في مكانه في السخان، وان شاء الله نعلقه ونجربه مع بعض، وان شاء الله ما يسربش مية. تعالوا مع بعض نربطه على السخان، وبعد كده ان شاء الله هنعلق السخان عند صاحبه ونجربه مع بعض. طبعا ده مكانه يا حضرات، نضفناه بسبراي واللي هو مزيل صدأ وبعد كده بنمسحه بأي حاجة قديمة، انهم لو في رايش، لو في اي اوساخ او اي حاجة بننضفه كويس قبل ما نركبه. هنسقطه مكانه كده. طبعا هيكون الموضوع صعب شوية عشان الجلد لسه جديدة، نصبر عليه. لو حسينا ان هو ما بقتش هندق عليه دقة بسيطة كده. هذا الوش بتاعه هنركبه زي ما كان في المسامير بتاعته. هنهوي مسمار لما نعلق التاني، وبعدين نجمعهم مع بعض. هذا التاني شبط اهوت، ونحرق على الاولاني. وظيفة الوش ده انه بيثبت المحبس مكانه، كمان بيحدد بداية ونهاية المشوار بتاع التعلية او التوطية، لانه فيه شفة. نركب المقبض كده بتاعه ونشوفه شغال معانا ولا لا. هذا كده هو على الاخر اهوت اهو، وهذا كده على الاخر اهوت. مش عارف سامعين التكة بتاعته اهو. تمام كده. فاضل لنا نعلقه ونجربه مع بعض، ان شاء الله تكون المشكلة اتحلت ومنع التسريب من هنا يا حضرات. احنا اخدنا السخان ورحنا عند صاحبه اهوت، بنعلقه علشان نجربه مع حضراتكم. لو حد عنده اي سؤال في اعطال السخانات يكتبوه لنا في التعليقات تحت، وان شاء الله نرد على حضراتكم. وصلنا اللي بتاع البارد اهوت، هنوصل اللي بتاع الساخن. بعد ما عملنا التوصيلات بتاعته فاضل لنا نجرب. احنا فتحنا المية دلوقتي، الحمد لله مفيش اي تسريب خالص، والمفتاح بيعلي ويوطي. فاضل لنا نشغل ونشوف حركات السخان، بيشغل ويطفي مع المية، النار بتعلي وتوطي كمان هي. نشوف بقى اذا كان في اي مشكلة تانية ولا لا.
أو بيعلي ويوطي الغاز اهوت، مفيش فيه مشكلة. وطبعا جربنا المية بتعلي وتوطي ومعادش فيها تسريب، واتحلت المشكلة معانا يا حضرات. لو عجبك الفيديو ادعمنا بلايك وكومنت وشير، ولو أول مرة تشوف القناة اشترك وفعل معانا زر التنبيهات على الكل حتى يصلك إشعار بكل جديد. نشكركم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.